من الحاجات المهمة جدا لازم نكون عارفين معلومات كويسة جدا عنها، وهي الاس دي كاردز. لازم نكون عارفين ايه الفروقات ما بينهم وايه المعلومات اللي بتكون مكتوبة على الاس دي كارد، لانها مهمة جدا لينا خاصة في تصوير الفيديو. اول حاجة الاس دي كاردز بتنقسم لكذا نوع، في الاس دي كارد العادي وفي المايكرو اس دي كارد. طبعا العادي اللي بيركب مع اغلب كاميرات دي اس ال ار، وطبعا المايكرو اللي بيركب فيه الموبايلات والكاميرات الصغيرة والدرونز وما الى اخره. في كمان نوع من الميموري كاردز وهو الكومباكت فلاش، ده بيكون حجمه كبير شوية وطبعا اسرع في القراءة، بيركب مع كاميرات اغلى شوية زي مثلا 5 دي مارك 4. واخر حاجه في سي فاست كارد، وده بيكون عباره عن كارت سريع بيركب مع كاميرات السينما او الكاميرات اللي هي الاحترافيه من الدي اس ال ار، وفي الغالب بيكون في الكاميرات السينمائيه. لو جينا بصينا بشكل عام على الاس دي كارد هنلاقي عليه معلومات مكتوبه. المعلومات دي مهمه جدا خاصه لما نيجي نشتري اس دي كارد للكاميرا بتاعتنا. اول حاجه هو الرقم اللي فوق على الشمال، وفي المثال حاليا مثلا مكتوب 170 ميجا بايت، وده بيكون الماكسيمم ريد سبيد في الاس دي كارد ده. من المهم جدا نفرق ما بين الميجا بايت والميجا بت. البت بتكون مكتوبه ببي صغيره، والبايت بتكون مكتوبه ببي كبيره، وكل 8 ميجا بت بيساوي 1 ميجا بايت. فمثلا لو كاميرتك بتصور 100 ميجا بت، فهي مش بتعادل 100 ميجا بايت، ولكن هنقول ان هي بتعادل 12.5 ميجا بايت. فما تروحش تجيب مثلا واحد في 100 ميجا بايت، لانه هيكون سريع جدا ومكلف على الفاضي. الحاجه اللي تهمنا اكتر في تصوير الفيديو وهو الرقم اللي جوه الدايره. مثلا في المثال حاليا كده رقم 10، فده بيكون